السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم بيتزا الكسلانين بقى اللي هم قاعدين في اخر الليل ومش لاقيين حاجة يعملوها يقوموا عايزين بيتزا ومفيش حد بتاع بيتزا فاتح، فاقوم جايبة رغيف عيش بلدي العادي بتاعنا ونحط فيه جبنة عبورلاند او اي جبنة كريمي عندكم. بعد كده حطيت عليه انا جبنة كيري بالبسطرمة، كانت عندي في التلاجة، ما يعني مفيش حاجة كنت جايباها من برا. وديت حتة جبنة رومي او جبنة تركي لقيتها برضو في التلاجة عندي، قلت احطها عليها. ولو عندك بيفي، عندك بسطرمة، عندك بيبروني، عندك اي حاجة من اللحوم عايزة تحطيها عليها ممكن تحطيها. كان عندي برضو صوص الشيدر ده طعمه جميل جدا، حطيته عليه وهيدي طعم احلى لما تحط في الفرن. وبعدين كان عندي برضو شوية زيتون مخلي وشوية طماطم كده قطعتهم، كانت حبة طماطم رحت ماسكاها قطعتها حتت صغيرة وحطيتها عليه. وشغلت الشواية في الفرن يعني تكون وسط، ما تكونش عالية قوي ولا هادية، عشان خاطر بس الجبنة تسيح معايا وتبقى جميلة. حطيته في الفرن قعد معايا يدوبك 5 دقايق لغاية ما وشه يحمر كده وقطعتها، وبقت احلى بيتزا عندي، بيتزا الكسلانين بتاعتنا اللي معظمنا مبقاش قادر يعمل البيتزا دي فيعمل البيتزا ديت. وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو.